اهلا بيكم. لاول مره معانا ندوس اشترك او سبسكرايب ودوس على الجرس وبعدين دوس على الكل. ما تنساش تدوس لايك وتكتب لنا كومنت عشان تشجعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل مشاركه او شير للفيديو على الفيسبوك او اي صفحه عندك. حضرتك لو متلخبط ومش عارف تجيب الفيديوهات بشكل مرتب بتخش على الصفحه وبتختار الصفحه الرئيسيه بتاعتنا وبتبدا تلاقي الفيديوهات الصف الاول او الصف الثاني او الصف الثالث او الصف الرابع مرتبه عندك ترتيب. بتشوف الفيديو اللي بيعجبك او قائمه التشغيل اللي بتعجبك وبتتفرج عليها بشكل مرتب. لو حضرتك عايز تشوف اكتر من قوائم التشغيل فبتخش على قوائم التشغيل وبتلاقيها موجوده كلها، تقدر تشوفها وتدور على قائمه التشغيل اللي حضرتك عايزها. شكرا ليك وبتمنى ان احنا نفيدك. ان شاء الله هناخد النهارده الدرس 64 والدرس 65. تمام. العلاقه ما بين ضرب والاسم. طيب يا مستر، اعمل ايه قبل ما اخش؟ زي ما بقول قلت في الدروس اللي فاتت واعيد لك كمان مره دلوقتي، واعيد في البدايه على طول في اول 10 دروس. ما ينفعش تخش سنه ثالثه الترم الثاني بدون معاك جدول ضرب الاسم. مش معاك جدول ضرب الاسم بشكل قوي جدا، فحضرتك للاسف الشديد مش هتنفع تخش. اركن شويه كده، احفظ الضرب، جدول الضرب، اشتغل على الاسم وبعدين خش. طيب يا مستر، نعم، معيش ومتلخبط فيهم، ما تخشش الترم التاني. اما تخلص ضرب الاسم يبقى يخش الترم التاني عشان ما يحصلش عندك لخبطه كبيره جدا. طيب، علاقه بين الضرب والاسم، اي حد عارف الضرب والاسم الموضوع هيبقى بالنسبه له في غايه التفاهه. طيب هنا اهو مديني الساعه، بيفكرني بالساعة، الساعة 60 دقيقة، نص ساعة 30 دقيقة، ربع الساعة 15 دقيقة، تلت الساعة 20 دقيقة. طبعا الساعة من الحاجات المهمة جدا اللي هندرسها السنة دي، هو بس بيفكرنا بينا بشكل بسيط كده، لكن الساعة هتبدأ تدرسها بشكل أكبر قوي جدا في الترم التاني. طبعا هنبص هنا اهو، دي الساعة كام؟ دي الساعة 2 وكام دقيقة؟ 15. هنا الساعة 12 وكام دقيقة؟ قلنا الأربعة بتشاور على 20. 12. هنا الساعة كام؟ هنا الساعة لو بصيت هنا 3 و35 دقيقة. طب هنا الساعة كام؟ هي الساعة 54 دقيقة. بصوا يا جماعة عشان نتفق، انت طبعا النص الاولاني مش هتلخبط فيه، النص التاني هتلخبط فيه بشكل قوي وكله بيتلخبط فيه. اما تبدأ الساعة تيجي هنا اهو فتحس انها بتقرب قوي من الساعة 4، فدي بالعربي الساعة 3 35 دقيقة او 3 الساعة 3 ونص و5. 3 ونص ب5 دي معناها كام؟ 3 35 دقيقة. طب هنا الساعة 5 ل 10، 5 ل 10 اللي هي 54 دقيقة. هنا مثلا هنا بدأ يدينا 43 و55 و12 دقيقة و25 دقيقة. هنا يعني اعتقد بشكل قوي احنا محتاجين نشرح الساعة بشكل اكبر ونخصص دروس بشكل اكبر، واعتقد ده هنشوف في المستقبل بشكل كبير، لان احنا 43 دقيقة دي معناها ان كل شرطة من الشرط لازم نعرفها. يعني هنا 43 دقيقة، فالمفترض الساعة 48 تبدأ تعد 41 42 43، في 43 هنا اهو اهي الحتة دي، فهتبقى مشاورة كده اهو. طب 55 6 55، طب هنا مشاور على كام؟ 55 معناها الا 5 يعني على 11. طب هنا 12 او 8 و12 دقيقة، 12 دقيقة دي 10، دي 11، دي 12. طب دي 3 25 دقيقة، 3 25 دقيقة، 3 اهي 25 دقيقة يعني كام؟ 25 دقيقة يعني الساعة و5 دقايق. طبعا ده يحتاج شرح اكبر وهناخده في المستقبل. بتخش علاقة بين الضرب والاسم. ايه العلاقة بين الضرب والاسم؟ العلاقة بين الضرب والاسم هي علاقة عكسية. يعني ايه؟ تعالى كده، يعني لو قلت لك 3 في 4 بكام؟ ب 12. لو خدت 12 قلت 12 على 3 هيديني كام؟ هيديني 4. او قلت 12 على 4 هيديني كام؟ هيديني 3. تمام؟ يبقى احنا متفقين ان انت طالما انك عارف جدول الضرب هتعرف الاسم، مش عارف جدول الضرب مش هتعرف الاسم. الضرب والاسم عمليه عكسيه، بتاخد الناتج اللي طالع من عمليه الضرب وبتعمل له عمليه اسم بيطلع لك. طيب، أراد تعمل توزيع 12 زهره على 3 زوريات، 3
زهريات وارض السلب متوزية نفسها على الاربع زهريات، فكيف يوزع؟ طالما ان فيها توزيع يبقى عمليه ايه؟ عمليه قسمه. القسمه هي عمليه توزيع، الضرب هي عمليه تجميع. فنيجي هنا اهو، هتبقى 12 على الثلاثه او 12 على الثلاثه فيها الاربعه، و12 على الاربعه فيها الثلاثه. العلاقه بين الضرب والقسمه زي ما انت شايف، العلاقه زي ما انت شايف علاقه عكسيه. هنا مثلا بيديك مساله عايز اقول لك 3 في 8 بيساوي كام؟ 3 في 8 بيساوي 24. 24 على التلاتة بيساوي 8. وهكذا. وهكذا. تعالى مثلا ناخد دي. 4 في 9 بكام؟ 4 في 9 ب 36. طب 36 على التسعة من 4. يعني 6 في 5 ب 30. و30 على 5 فيها الستة. يعني انت هنا عايز تعمل علاقة عكسية زي ما انت شايف. تبدأ تشتغلهم هنا. يعني مثلا تقول 4 في 9 بيجي 36. يبقى 36 على 4 هيديني 9. و36 على 9 بيديني 4. طيب، اجمل حقائق الضرب ثم اكتب الحقائق القسمة كما بالمثال. 3 في 7 بكام؟ زي ما انت شايف برضه نفس العلاقة. التلاتة في 7 بكام؟ التلاتة في 7 ب 21. 21 على التلاتة يدينا 7. 21 على 7 يديني 3. هنا 4 في كام؟ بيديني 28. لو انت مش حافظ جدول الضرب مش هتعرف تحل. وعلى فكرة احنا اكدنا الكلام ده في الترم الاولاني كتير. يعني الترم الاولاني قلنا يا جماعة نحفظ جدول الضرب حفظ، خليك عارف الارقام، ما تحاولش تشتغل انك تقعد تجيب وتقعد تعد، مش هينفع. فهنا المسألة بمنتهى البساطة. 4 في 7 ب 28. 28 على 4 فيها السبعة، و28 على السبعة فيها الأربعة. هنا كام؟ هنا 5 في 3 ب 15. 15 على الخمسة فيها التلاتة، و15 على التلاتة فيها الخمسة. وهكذا بنفس الطريقة. مش حافظ جدول الضرب مش هتعرف تحل. وشوف انا مأكدها لك مليون في المية، ما تخشش سنة تالتة ابتدائي الترم التاني انت لو انت عارف جدول الضرب والاسم، عارف ان الموضوع ده بالنسبة لك هيبقى تفاهة يعني. هنا مثلا عاوز اقول لك ايه الضرب وايه القسمة. الضرب هو عملية تكرار وعملية تجميع لهذا التكرار، القسم عملية توزيع. فمثلا هنا ده 2 في 4 8، يبقى 8 على الأربعة فيها الاتنين. 3 في 3 ب9، 9 على التلاتة فيها التلاتة. نفس الكلام هنا. اكتب مسائل الضرب والقسمة لكل مجموعة فيما يلي من الأعداد. يا 5 7 ماشي، يبقى هنا مثلا 5 في 7 35، و7 في 5 35. 35 على 7 فيها 5، و35 على 5 فيها 7. طيب تعال نشوف اللي بعده. إيجاد عدد مجهول. كل الكلام اللي بناخده ده مرتبط حوالين الضرب والقسمة، يعني فاهم؟ مثلا هنا يقول لك 5 في 35 على الخمسة فيها السبعة، يبقى 35 على الخمسة فيها السبعة، يبقى 7 في 5 ب 35. تمام؟ طبعا الكلام اللي هو ده هنا بيدولك عشان يسهل لك الموضوع، يعني الموضوع بالنسبة لك سهل. لكن الأفضل طبعا حضرتك لابد إنك تكون عارف جدول الضرب، لابد إنك تكون عارف عملية القسمة. هنا مثلا 24 على كام فيها الأربعة فيها الستة. حد يقول لي يا مستر برضه متلخبط، أقول له ماشي. الكام نضربه في الأربعة يدينا 24 الستة. الكام نضربه في التسعة يدينا 36 الأربعة. الكام نضربه في الثمانية يدينا 32 برضه الأربعة. طب الكام نضربه في الثمانية يدينا 40، أو الكام نضربه في الخمسة يدينا 40 الثمانية. يعني من الاخر حضرتك مش عارف جدول الضرب مش هتعرف تحل. وانا شوف عمال اكد لك في الفيديو اهو جدول الضرب والقسمه مش عارفهم، ما تخشش سنه تالته، ما تخشش الترم التاني عشان ابنك ما يتوهش.
نفس الكلام اللي خدناه. كام نضربه في التمانية ادينا 24 التلاتة. كام نضربه في السبعة ادينا 21. كام نضربه في التلاتة ادينا 21 السبعة. كام نضربه في الخمسة ادينا 25 الخمسة. كام نضربه في التسعة ادينا 45 الخمسة. كام نضربه في التسعة ادينا 27 التلاتة، وهكذا. تكمل بنفس الستايل ده. يعني من الاخر كلها حاجات سهله بشرط انك تكون عارف جدول ضرب الاسم. هنا بيقول لك وصل 3 في كام؟ ب 18 في 6. 18 على 3 فيها 6. يعني هنا بيوريك عمليه الضرب وعمليه القسمه مرتبطين ببعض ازاي. 9 في 10 ب 90، و90 على 9 فيها 10. وصل. 4 في 5 ب 20، و20 على 4 فيها 5 اهو. تمام. هنا 10 في 2 ب 20، و20 على 10 او 20 على 2 فيها 10، توصلهم ببعض. يعني هو بيقول لك هنا مسألة ضرب ومسألة اسم بس معكوسين. مش على بقى مسائل كلامية على الضرب والاسم. افرق ازاي ما بين المسائل الكلامية في الضرب والاسم؟ ببساطة الضرب هو عملية تكرار، الاسم هي عملية توزيع. يعني الضرب عندك حاجات صغيرة بتجمعها على بعضها بس متكررة. الاسم عندك حاجات كبيرة عايز توزعها على حاجات صغيرة. يعني تعالى مثلا نشوف. لدي 7 باقات. عندك 7 باقات من الظهور، في كل باقة 8. فما العائد الكلي؟ لاحظ هنا في 7 في كل واحد 8. هو عايز يعرف العائد الكلي، يبقى حاجة بتتكرر وفي نفس الوقت بنعمل لها عملية توزيع، يبقى 7 في 8. طب خش تحت. وزع اتأكد انها اسمها. وزع 18 علبة قصيرة على 9 بتاع 9 أصدقاء، فكام علبة؟ يبقى 18 على 9 بيدينا الاتنين طبعا. اشترت لورا 8 أقلام، ثمن كل قلم 5، فعايز ثمن كل الأقلام، يبقى 8 في 5. ليه 8 في 5؟ طبعا 45. ليه 8 في 5؟ هنا عملية تجميع. عندك 8 أقلام كل قلم 8 و5، عايز يعرف العائد الكلي. في عمليات الضرب هي عملية تجميع لحاجة بتتكرر. عمليات القسمة هي عملية توزيع، حاجة كبيرة بنوزعها. الضرب حاجة صغيرة بنجمعها. أول ما قال لك وزعت تأكد دي عملية قسمة. خش على اللي بعده. أيوه هنا بيقول لك مثلا 24 على 4 بدنا 6. اكتب مسألة كلامية. كان معايا 24 قلم وزعتهم على 4. كان معايا 24 حاجة وزعتهم على 4. كان معايا 24 حاجة بقيت اوزعهم على 4 اطفال. كان معايا 24 جنيه وزعتهم على 4. عايز اعرف كل واحد ياخد قد ايه. فده يعني هو عايزك تكتب مسألة تكتبها انت بايدك. هنا عملية ضرب 7 في 3 و21. كان معايا 7، يعني كان معايا 7 حاجات او 7 او 3 زهريات، كل زهريه فيها 3، فيطلع قد ايه؟ فهنا حضرتك بتشتغل من دماغك، بتكتب اللي انت عايزه في المساله اللفظيه. طيب استراتيجيات حل مسائل الضرب والاسم. في طبعا اعداد مختلفه للضرب والاسم، بس انا اللي يهمني قوي انك تبقى عارف جدول الضرب. تمام. يعني هقول لك ايه، يعني مثلا هنا بكلمك على رسم المصفوف. انا مش رسم المصفوف ما تهمنيش قوي، اصل هقعد ارسم مصفوفه واعد فيها مش هخلص يا عم الحاج. انا لازم اكون عارف عمليات الضرب فيها ايه وعمليات القسم فيها ايه. لازم اكون عارف عمليات الضرب فيها ايه وعمليات القسم فيها ايه. لازم اكون عارف عمليات الضرب فيها ايه وعمليات القسم، حافظ جدول الضرب وحافظ، وبعد كده اقدر اطبق عليه في القسم. انما اقعد اشتغل في الحاجات الكتيره دي، ده بالنسبه لي يعني خدها، لكن يهمني في الاخر انك تشتغل. طيب خش على اللي بعده. ده مهم، لازم تبقى عارف خاصيه الابدال، ان انا لو بدلت في اي عددين في جدول الضرب عادي. خاصيه التجميع، ان انا ممكن لو عندي اعداد موجوده في الضرب ممكن احطها في اقواس. خاصيه التوزيع زي ما خدناها قبل كده، ان انا ممكن اوزع رقم عندي زي مثلا 13 اخليها 3 زائد 10. الخواص الثلاث دول مهمين جدا. خاصيه الابدال ان انا ممكن ابدل. خاصيه التجميع ان انا لو عندي حاجات مضروبه في بعضها ممكن احطهم في اقواس، اعمل عمليه ضرب بين 2 واخد الناتج اللي يطلع لي عمليه ضرب اعمله في الثالث. خاصيه التوزيع ان انا لو عندي عدد كبير ممكن اقسمه للحاجات اللي بتيجي من عمليه الجمع واعمل عمليه ضرب بعد كده. طيب
هنا هتحل على طول 24 على 8 فيها كام؟ 24 على 8 فيها 3. تمام؟ 24 على 8 فيها 3. طيب هنا تستخدم خواص من خواص عملية الضرب، لأن 4 في 3 في 5. لو عندك عدد مضروب بهذه الطريقة تحطهم في أقواس بالشكل دوت، وتقول الأربعة في 3 ب 12. 12 في 5. لاحظ حاجة مهمة، طبعا 12 في 5 بكام يا مستر إسلام؟ ب 60. لاحظ هنا اهوت إن أنا عملت إيه؟ عملت جمعت اتنين مع بعضهم وعملت لهم عملية ضرب، طلعت الناتج بتاعهم وخدتهم وضربتهم في العدد التالت. دي خاصية بيسموها التجميع في جدول الضرب، حطهم في أقواس يعني. بس في نقطة مهمة جدا لازم تلاحظها، إن ده 12. فجدول الضرب دلوقتي عندك من الواحد لل 12. جدول الضرب أصبح من الواحد لل 12، من الواحد لل 12، من الواحد لل 12، عشان الناس تبقى عارفة. طيب هنا اهوت 9 في 6 ب 54. عايز تحلها كام؟ تضربها في التسعة يدينا 54 الستة. هنا نفس الطريقة تحل بيها. طيب هنا تعالوا نشوف الحل اللي عندنا عامل ازاي. زي ما انتم شايفين نفس الستايل. لو انت عارف جدول الضرب هتحل اي مسألة زي دي. كام نضربه في 6 يدينا 48، كام نضربه في 8 يدينا 48 الستة. طيب كام نضربه في 6 يدينا 42 السبعة. عارف جدول الضرب هتحل اي مسألة من المسائل دي. مش عارف جدول الضرب مش هتعرف تحل ولا مسألة من المسائل دي. بس خش على اخر حاجة. هنا خاصية التوزيع، مهم جدا نحس بخاصية التوزيع، وانا افضل زي ما قلت لك اما تستخدم خاصية التوزيع تستخدم ال10. ليه؟ لانها بتسهلها لي. اول مثلا هنا هتبقى 8 في، هقسم العدد الكبير عندي لحاجة و10، يبقى 10 3 زائد 10. ودي المسألة عندي 8 في 10 80، و8 في 3 ب 24. واجمع يبقى هنا 4 وهنا 10. 5 في 14 تبقى 5 في 10 زائد 4. 5 في 10 ب50 زائد 5 في 4 بكام؟ 5 في 4 برضه ب20. تمام؟ طلع ناتج 70. تمام؟ ممكن واحد يقول لك طب 5 في 6 5 في 12 ب60، و5 في 13 ب65، يبقى 5 في 14 ب70. النتيجة طبعا صح. طيب خش على اللي بعدها. اكتب مسألة كلامية باستخدام المسائل التالية. هنا 14 على 4 فيها 7، وهنا 7 في 9 ب 6 ب 63. اكتب اي مسألة بالطريقة دي. زي ما قلنا مسألة الضرب هي عملية تجميع، مسألة القسم هي عملية توزيع. كان معايا 14 برتقالة عايز اوزعهم على 2، سحت عملية ضرب كعملية تجميع. عندنا 7 زهريات، كل زهرية فيها 9، عايز اعرف عدد الزهور قد ايه. تمام؟ واختار اي مسألة واشتغل عليها. يعني الملخص بتاع الدرسين دولت، اللي عارف جدول الضرب والاسم الدرسين دول بالنسبة له هيبقوا في منتهى السهولة. شكرا.